جايه لنا بايه النهارده يا امل؟ هتطبخي ايه وهتتلاقي لا لا لا، مش جايه لكم بطبخ ولا باي حاجه. امال جايه بايه؟ الجو حر، وانا قلت ايه، نعمل حاجه ترطب علينا، حاجه حلوه. هتعملي ايه يا امل؟ شغلت دماغي، عندي فينو بقاله قرن. الفينو ده ده بتضحك. الفينو ده يا جماعه بقاله قرن. طب ما نشغل الفينو ده ونظبط الدنيا ونشوف هنعمل ايه بالفينو. يلا بينا، يلا بينا. استنوا، حطي لايك واشتراك وكومنت حلو بقى وقولي رايكم. يلا، عندك فينو طري، عندك ناشف، مش مشكله يبقى كده. عندك فينو طري، عندك ناشف، مش مشكله. تمام، احنا طبعا بقينا مننا ومعانينا، وعادي اعمل كده اعمل كده عادي. هتعملي ايه بقى؟ هتعملي يا قمر يا حلوه يا صوابع الزينه بنتي، هتقطعيه زي كده. انا عشان خاطر الصوت والضرب والرزع والهبد مش هكتر عليكم، بس ايه، حبيت اوريكم هنعمله ازاي. هعمله واحطه يا اما في الكبه يا اما في الخلاط. اللي عندها كبه تحط، انا عندي كبه بس بحب قوي الخلاط بتاعهم، يا اما في الخلاط. بصوا بقى، عشان في ناس كانت تقول لي ايه، الخلاط قديم قوي، كنت بفتح في اللايفات وهي مش في الكومنتات، الخلاط قديم قوي، انت ما عندكيش كبه ولا ايه؟ لا عندي الحمد لله كبه وعندي خلاط كتير والله جوه، بس انا المعتزه قوي بخلاط امي. طبعا انا حطيته هنا ما ينفعش وخفت عليه، يعني ده انا خايفه عليه اكتر من دي. بصوا بقى، احنا بقى دي اخر واحده، دي اخر دور احنا بنعمله. بصوا، هنخلي كده. ايه يا امل، انت هتعملي بقسماط وهتحمري حاجه؟ لا لا، استنوا بس على رزقكم، وهي هتبقى اسم حلويات. انتوا بقى تبقوا تقولوا لي في الكومنتات اسمها ايه. بصوا بقى، هنطحنه كده. انا في اخر حبه يعني ايه خليتهم خشنين شويه. انا عموما هعمل البايركس ده، الحجم ده. انتوا عايزين تكتروا، انا مش هاخد الكميه كلها، انا طحنتهم بحيث ان انا الباقي عندي برضو هعمل بيه بقسماط. مش هعمل كميه كبيره، هعمل يا دوبك يعني حاجه بسيطه. بقيه المكونات معانا، تعالوا كده. هو اللبن اهو انا غلياه، بصوا قشطته، انا زودته ميه، زودته ميه. انتوا عايزين تكتروا كميه اللبن وتضعفوها براحتكم، انا للامانه يعني لما فصلت زودته ميه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط كام معلقه نشا؟ ادي 1 2 3. تمام تمام. السكر اختياري، عايزه تحطي سكر حطي سكر، مش عايزه تحطي سكر براحتك، برضه براحتك. هنحط بسم الله، عايزه انت بطريقتك. ادي 1 ادي 2 دي 3 اظن كفايه قوي كده. ادي 4. تمام. انا مش عارفه هو السكر بقى مغشوش ولا مش عارفه ايه. تمام اهو. بالمضرب بقى مشي ايدك كده، علشان طبعا انت حاطه نشا هيبقى فيها تكاتل اهو. تعالي شويه اهو. يعني انت قولي زي المهلبيه، عندك بيك وفانيليا حطي. انا هدور دلوقتي عندي، لقيت هحط، ما لقيتش خلاص بمشي دنيتي وخلاص. تمام اهو. برضو انا هدوق السكر لان انا شويه بنحب ايه. بسم الله. كفايه. حلو جدا. ما انا بقولك حلو قوي، حلو قوي كده. برضو وانا واقفه لازم ايه، معلش يا جماعه ايديتي رهيبه عشان انا برضو البوتاجاز بتبقى فويل، وما انصحش حد يحط فويل بصراحه، بيكسلك على انك تنضفي البوتاجاز بصراحه، فما تجيبيش لا فويل. بتقومي بقى ايه، مدربه ايدك كده اهو. هنعمل ايه بقى هنا؟ بنجيب بقى البايركس بتاعنا، طبعا ده كميتي اللي انا خلاص انا مقتنعه بيها، يعني انا حابه ان انا اعمل الكميه دي بس. تمام، انتي براحتك، عايزه تعملي كميه اكبر من كده براحتك. الفينو عندك ادم ما ترميهوش، ما ليكوا جميع استخدامات. انا ممكن من الفينو الناشف ده اخليكي تعملي احلى بيتزا، احلى بيتزا تعملي احلى بيتزا. مفيش حاجه بتترمي، مفيش حاجه بتترمي، ما يبقاش عندك حاجه وترميها وتقولي خلاص دي باظت، ما ينفعش خالص. نشف او طري مثلا وانتي لاقيه طعمه ان هو مش هيبقى لطيف ويتفتح في السندوتشات او كده، اكتبوا لي عايزين الفينو استخدامات في ايه تاني
وانا اعملها لكم. اكتبوا لي في الكومنتات او اعمل لنا استخدامات كتير اللي فينو يا امل وانا من عيني الاثنين. عملناه تقدري ده طبعا طريقه انا مش هقولها لكم ان انا اعملها بقسماط، ان انا احمصه مثلا في الفرن او انشفه واعمله بقسماط. دي طريقه كل الناس شاطرين وعارفينها وبتاع. لكن انا ممكن اخليكي تعملي منها بيتزا، ممكن اخليكي تعملي من الفينو بيتزا. بيتزا يا امل؟ بيتزا. ممكن اخليكي تعملي اقول لك، عارفين انتوا هي مش شفتوا ام علي العيش اللي هو المنفيه؟ لا هنعمله بالفينو. ليه كذا استخدامات، وليه والحلو كتير بقى منه، حلو كتير منه. فانتوا ما ترموش اي حاجه، بلاش نرمي حاجه. هخليه زي المهلبيه وارجع لكم تاني عشان ما اكترش عليكم الفيديو. اهو حطوا حبه صغيرين قوي في قعر في البتاع، لا كتار ولا قليل. تمام. وهتقوموا عاملين كده اهو. تمام. مش كتير، انا عشان عامله كميه صغيره فايه باخد الخشن اهو عشان لو حبيت استفيد منها. وبعدين هنحط بقيه الكميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا الطريقه دي وسقعوها. في ناس بتحبها سخنه عادي كليها سخنه، وفي ناس بتحبها ساقعه. اللي انتي مزاجك فيه اعمليه، اللي تحبوه اعملوه. هساوي كده حاجتي عشان تبقى شكلها لطيف وجميل. وهقوم عامله كده. بص سهله، مفيش اسهل من كده. وهقوم بقى بالراحه خالص مجرنشه بقى الفينو اهو. والله هتقولوا سوداني مطحون، مش هتقولوا فينو خالص، صح يا نانا؟ بتحطوها بالراحه عشان البتاع سخنه اهي. خلصنا. هنحطها في الفرن في الرف اللي في الوسطاني على اكبر درجه حراره عندك شويه، ونفتح عليها الشوايه. وبعد ما تطلع هنريحها. دي بقى شكلها بعد ما طلع من الفرن اهي. بتاخد بقى تحميصه من الوش كده. كل الحاجات اللي فيها برده مستويه، بعدين بنسقيها يعني بق شربات كده اهو. بق صغير قوي يعني، فاهمين؟ هنطلع بقى وندوق معاكم. بصوا هي ماسكه ازاي. هنطلع بقى وندوق معاكم ان شاء الله. تجربه تحبوها وطعمها يبقى تحفه باذن الله. انتوا بقى بنصيحه مني سقعوها. دي المفروض تسقع. سقعوها، دي تسقع لانها جوسي قوي. فدي هنحطها في التلاجة. بس انا عايز ادوقها معاكم اهو، عايز ادوقها معاكم. بسم الله. اسمها بقى المدلعه تقريبا او المششتكه او المشخلعه، مش عارفه. انتوا قولوا لي بقى اسمها في الكومنتات. بسم الله. بصوا حتى شكلها عامل ازاي. تحط في التلاجة وشوفوا منظرها تبقى تحفه. هتطلع لكم الخرطه بخرطتها، مش كده؟ لا حياة امك مش قادره اكل. لا والله ما قادره تقولي اكل. الحق. ما انا مش قادره، اكلت كتير. ده معلقه. بالامانه. طب والله حلوه جدا. دي كمان لسه لما تسقع تبقى تحفه. حاسه ان طعمها مقارب لحاجه، مش عارفه ايه هي اسمها المدلعه باين. لا مقارب لطعم انا دوقته قبل كده. اسمعوا كلامي وحطوها في التلاجة تبقى احلى. الخرطه هتطلع مش كده، هي كده عشان سخنه وانا بصور فحبيت اقطعها معاكم. دقوها وهي ساقعه، هترطب عليكم في الحر ده طعم جامد. ولا يا ولا. وحطي اللايك وحط اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وقولوا لي عايزين فينو استخدامات ايه للفينو. عايزين استخدامات ايه للفينو. عندي مليون الف استخدام للفينو. وسيبوني انا بقى مع المدلعه ولا المشتكه دي. بحبكم. باي باي.